حياكم الرحمن مشاهدينا الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم معنا في هذا الريبورتاج عن منطقة عين قشرة. سنحاول الحديث عن عين قشرة بين البارح واليوم. عين قشرة كيفاش كانت، كيفاش ولات في العديد من المجالات التاريخية والآنية. سنتحدث عن المجالات الثقافية الرياضية والاجتماعية في هذه المنطقة. إذن ما تروحوش لبعيد، أبقوا معنا. تقع بلدية عين قشرة غرب ولاية سكيكدا ب 75 كيلومتر، تحدها غربا ولاية جيجل من الشرق كل من القل وتملوس، في حين تحدها من الشمال أولى ذاطية. أما جنوبا فتحدها بلدية أم الطوب، تبلغ مساحتها 144.4 كيلومتر مربع، يغلب عليها الطابع الجبلي، كما تمتاز سفوح جبالها بشدة الانحدار، وتغطيها غابات كثيفة بنسبة 60%. لا يختلف اثنان على أن عين قشرة تمتاز بكثرة أشجار الزيتون والفلين. الفلين الذي منه جاءت تسمية عين قشرة بهذا الاسم، الذي يعود للبدايات الأولى للاستعمار الفرنسي للجزائر. يقول الأستاذ مسعود بوغرن: المتداول عند الشيوخ الكبار عن اسم كلمة عين قشرة أو أصل تسميتها يرجع إلى البدايات الأولى للاستعمار إلى حوالي 1830 1831، وتسمية مستقاة من كلمة اللاتينية فونتان دو ليج، نظرا لوجود مادة الفلين بكثرة في المروج وفي السهول وفي البطاح وحتى في الغابات المجاورة للمدينة حاليا، حيث سميت في البداية عين القشرة، ثم حورت الكلمة وأدبت إلى كلمة عين قشرة، وقد تم كتابتها بقطع من الحديد أو بحروف حديدية كانت في مدخل الساحة المجاورة للقسمة القديمة قرب المسجد، كانت مكتوبة بالحرف اللاتيني عين قشرة. يعود أصل سكان عين قشرة إلى قبيلة بني توفوت البربرية، ومعناها أبناء الشمس، كما يبرزه أستاذ التاريخ حسين شويط. عين قشرة اسم مكان، والأسماء لا تعلل. تسميتها أخذت من عين المكان لكثرة القشر بها، وبها عين أو عينين موجودتان في المنطقة، ولم تعرف إلا بعد أن تحولت إلى بلدية مختلطة حوالي 52 عندما وضعت هنا أول فرقة للدرك الفرنسي، وكانت مقر للسلطة الفرنسية على ضبار زجار، وتجاورها بودوخة كمقر لضبار الولجة. ولكن بعد الاستقلال مباشرة اتحدتا عين قشرة وبودوكا لتشكل من ضبار زجار وضبار الولجة بلدية واحدة، هي بلدية عين قشرة. هي بلدية عين قشرة اللي تمتد من بالبيدان إلى غاية الولجة بالبلوط. هذه هي بلدية عين قشرة، وهي من أكبر البلديات، وهي تعتبر مركز لقبيلة بني توفوت. هذه القبيلة قبيلة بني توفوت اللي طبعا الكثير من تقول انها اسم مكان وليس اسم على السكان، وتسمية بربرية أو أمازيغية، والتفسير نتاعها أو الشرح نتاعها هو أبناء الشمس. وقبيلة بني توفو تتشكل من 4 بلديات حاليا، هي بلدية الولجة بلبلوط، بلدية عين قشرة والتي تعتبر مركزا للقبيلة، بلدية بن الودان وبن زيد. قبيلة أبناء الشمس، وبالتالي فهي تتشكل بقبيلة بني توفو من 4 بلديات الآن: بلدية الولجة بلبلوط، بلدية عين قشرة، بلدية بن الودان، بلدية بن زيد. وكل السكان
المنطقة يعرفون بابن تفوت. طبعا الأصل نتاعهم نجد أن أغلبية السكان هم ينتمون إلى عبد الله الجد، عبد الله الجد الذي ترك 3 أبناء، القاسم 4 أبناء، 4 فعلا، القاسم وسليمان والمهدي وعبد الله، 4 هذو اللي وهي منها الفروع هذه. ولكن لا ننفي أن هناك مواطنين آخرين هاجروا من جهات أخرى لا ينتمون إلى هذه العائلات، ولكن الغالبة هي تطغى على هذه العائلة. هذه القبيلة نتاع ابن تفوت الآن، واللي طار لظروف المنطقة فهي منطقة طاردة للسكان، لأن إمكانياتها الاقتصادية والثروات قليلة، تجد أنها يهاجرون الآن، موجودين في سكيدة، موجودين في الحروش، موجودين في الزغد يوسف، في ديدوش مراد، في قسنطينة، في الحواضر المجاورة. وتجد ابن تفوت كقبيلة أول قبيلة على مستوى ولاية سكيدة، أول قبيلة من حيث تعداد سكانها على مستوى، بل نجد أن أغلبية سكانها من قبائل، ويأتي من بعدها قبائل أخرى كقبيلة بلاد عطية، قبيلة بني مهنا، قبائل قديمة، وهي تشكل النسيج تاع هذه الولاية وتاع هذه المنطقة. عين قشرة بتضاريسها الوعرة وطابعها الجبلي الذي جعل منها ملاذا لقادة الثورة التحريرية بالولاية الثانية، يعتصمون ويجتمعون بجبالها ويحتضنون من قبل سكانها، وهذا ما جعل فرنسا تعتبرها منطقة محرمة، وأقامت بها عدة مراكز وقواعد عسكرية مدعمة من قبل الحلف الأطلسي، وهذا ما جعل بلهيب الثورة الجزائرية يمتد إلى هذه المنطقة التي شهدت العديد من المعارك والاشتباكات ونصب العديد من الكمائن، وتعد معركة وادي زقار الكبرى 11 ماي 1957 أهم المعارك باعتبارها فريدة من نوعها من حيث نجاحها في الشمال القسنطيني، إذ قام مجاهدو فيلق الولاية الثانية بتدمير قافلة تموين عسكرية مدججة بالعتاد وبالسلاح الذي لم يجدي نفعا مع إصرار المجاهدين على إبادتها بالرصاص والنار. لقد وقعت عدة معارك بهذه المنطقة خلال الثورة التحريرية، أهمها المعركة الكبرى للفيلق التابع للولاية الثانية بوادي زقار بلدية عين قشرة، وذلك يوم 11 ماي 1957 وبقيادة قادة الثورة التحريرية التابعة للولاية، وأشرفوا على تنظيمها وضبطها ضبطا محكما، وقد كانوا على رأس فيلق بحوالي 600 مجاهد، حيث أخذوا أماكنهم على طول الطريق الوطني 43 من قنطرة زقار إلى زيتونة بوغابة بمحاذاة منعرجات الوادي. يقول أستاذ مسعود بوغرن: بصفتي كنت مسؤول عن الثقافة والإعلام بقسمة حزب جبهة التحرير الوطني، كانت لي فرصة في يوم ما سنة 1985 للاتصال بالمجاهد الكبير بوغاغا البغدادي في الحروش، واتصلنا به رفقة مسؤول المجاهدين آنذاك بوسقطة ربيح والمجاهد كعوان صالح. وعند اتصالنا به وجدناه في عيون بوزيان، وطلبنا منه إفادنا ببعض المعلومات عن منطقتنا بصفته كان مسؤول الاتصال والإعلام أثناء الثورة التحريرية، فكان رده إيجابيا وساعدنا وقدم لنا المعلومات التي طلبناها. فيما يخص الوثائق قال لنا: لا أعطيكم الوثائق وبإمكانكم تصويرها في وقت لاحق نتفق عليه، أما الوثائق سأحتفظ بها ولا أعطيكم أي وثيقة. لكن من ناحية التأكيد أكد لنا المعارك والعمليات التي وقعت في منطقة عين قشرة، وهي 3 وقائع كبيرة. الأولى في منطقة القنطرة تاع زقار، والثانية في المنطقة المقام فيها الآن مقام الشهيد، وهي معركة زقار التي وقعت في 11 ماي 57 و900 و1000.
وكانت المشاركة فيها واسعة، تمتد من القل إلى عين قشرة إلى الطهير، والتحضير لها كان كبيرا، وكانت فيها نتائج باهرة بالنسبة للمجاهدين والثوار. وأما عن المشاركة فيها من المجاهدين الذين ينتمون إلى منطقتنا، فكان على رأسهم بوزرارة الضيف رحمه الله ورحم الله كل المجاهدين الذين توفوا. فكان مشاركا فيها، ولكن في الصفوف الخلفية للحراسة، وهذا نظرا للاستراتيجية التي رسمها المجاهدون آنذاك. المعركة الثالثة أو العملية الثالثة كانت في منطقة الصفاصف، في منطقة العياسة، بنسميوها احنا العياسة، في منطقة الصفاصف، وكانت صغيرة. وقعت عملية هناك مع عمال الطرقات للاستعمار الفرنسي. 3 عمليات ذكرها لنا وأكد لنا تلك الوقائع يعني بالوثائق. بقية المعلومات يمكن استيفائها أو أخذها من عند المسؤولين المعنيين عن من منظمة المجاهدين في عين قشرة. هذه المعلومات يعني أؤكدها لك، بحيث حضرتها مع المجاهد رحمه الله بوغاغا البغدادي في الحروش، وبالضبط في عيون بوزيان. وعند الساعة 2 أعطيت إشارة إطلاق النار من القائدين عيسى عبد الوهاب وبولكرش الأخضر، فتعالت صيحات المجاهدين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فبدأ رصاص الثوار يتهاطل بغزارة، واشتعلت نيران المعركة واشتد لهبها نحو الأفق، حيث كانت معركة دامية ودامت حوالي ساعة و45 دقيقة. جات الكنفة وجاو الطائرات معها. كي جاو الطائرات معها جابها المغرب، كي عادوا بالودان حكموا راحوا لعين رنات. جات الكنفة الحمد لله ودخلت في لامبيسكات في واتسكار، عطات الإشارة من طرف عيسى عبد الوهاب وبولكرش الخضر، اللي كانوا متفرقدين ومتفاهمين كيفاش يعطيو نقطة الانطلاقة. الحمد لله انطلقت العملية، وهي العملية كانت دامية. بعد ما وقعت احنا دامت واحد حس ساعة و45 دقيقة اللي رانا قضينا على القافلة كاملة وعلى العدو كامل، وحرقنا القافلة خلاص، حرقناها كاملة. كان قائد عيسى عبد الوهاب اللي طلع اللي فتراك وفسخ الدوشكا ودى الاسير عسكري ساليقاني هو اللي دار هذا. وحقق كمين واد زقار نتائج باهرة للثورة التحريرية، حيث استطاع المجاهدون الاستحواذ على 6 شاحنات مصفحة، 20 شاحنة من نوع جيمس، 8 شاحنات نوع كات، شاحنتين من نوع جيب. وقد كان عدد القتلى في صفوف الجيش الفرنسي 270 قتيلا وأسر عسكري واحد. ويعود سبب نجاح المعركة بالأساس لاحتضان سكان منطقة عين قشرة آنذاك العدد الكبير، أو لهذا العدد الكبير من المجاهدين، وكتمان سر وجودهم بالمنطقة، كما يبرزه الأستاذ والباحث في تاريخ المنطقة حسين شويط. كمين زكار 11 ماي 57 تعد أكبر معركة أو أكبر كمين في الولاية الثانية من 54-62. لماذا؟ لأن لأول فيلق يتكون في الولاية الثانية بطاليون اللي يتكلم من 333 مجاهد مدججين بأحدث الأسلحة والمتطورة، وكان الإشراف نتاعو أو كان تحت قيادة كل من رابح بن لوصيف قائد الولاية المنطقة الأولى، وسي مسعود بوعلي المنطقة الثانية، والمختار دخلي المدعو بركات في المنطقة الثالثة منطقة الجيجل والطاهر. نجاح المعركة أنها كانت مباغتة للعدو، وقضت على قافلة بعدتها وعددها وتموينها التي كانت تربط ما بين سكيدة والقل والتمالوس إلى عين قشرة وغاية لتجريد المنطقة بما لازم من العتاد ومن المؤونة ومن الأغذية وغيرها. سر نجاح هذه المعركة
أولا تحضير جيد لها، ثانيا استعداد أهالي المنطقة المجاورة، حيث أن جيش التحرير المتشكل من 333 مجاهد بكامل التنقل ولم يصل للعدو خبرها. إن كتمان السر هذا يدل على أن سكان المنطقة كانوا كلهم بدون استثناء نساء ورجال وأطفال مرتبطين ومنضويين تحت الثورة، وهذا النجاح. ولهذا تعتبر معركة من أهم المعارك التي عرفتها الولاية الثانية في الثورة التحريرية الكبرى. كما تعتبر منطقة عين قشرة من أكبر مناطق الولاية الثانية تقديما لأبنائها في سبيل هذا الوطن، حيث فقدت أزيد من 600 شهيد، يقول رئيس منظمة أبناء الشهداء السيد الطاهر بولهواش. عين قشرة معروفة كما يقولوا معقل الشهداء يعني، وبالخصوص كلكم تعرفوا باللي كان المؤتمر يلا نتاع الصمامين داين يعطيك الصحة هنا يندار في بوزعرور، والولاية الثانية اللي كانت هي في حجر مفروش، معقل حجر مفروش، وبالخصوص الأماكن المعروفة من بين احنا كانت بلدية عين قشرة الكبرى تلم حوالي قريب 600 أكثر من 600 شهيد، يعني الكبرى كي يقولوا الكبرى يعني ما بولبلوط بين الويدان، وهذه بلدية عين قشرة الكبرى. بعد الانقسام يعني أصبحت بلدية عين قشرة كما نقولوا بغض النظر على بلدية بلويدان وبلدية بولبلوط حوالي درك يعني بالتقريب 300 شهيد يعني أو أكثر، يعني ما بالضبط. هي على كل حال بلدية عين قشرة قلنا بتقريب لها 300 حوالي أكثر من 300 شهيد، منقسمة إلى ناحيتين. كاين الناحية هذه نتاع زقار، وكانت الجهاد نتاعها يتم على الجهة نتاع سطارة نتاع بوسحابة الملعب، والمنطقة الثانية هي تحكم حجر مفروش. حجر مفروش من بلدية من العرطة وجيب من بوعمر وجيب لحجر مفروش، البطحة، البودوخة. إذا تحدثنا عن الواقع الرياضي في عين قشرة فلا يوجد أفضل من هذه الصورة. الوضع الرياضي في عين قشرة نقدروا نقولوا الوضع الرياضي أنا اللي ما زلت نأكد عليه أن الوضع الرياضي في عين قشرة حاجة ما نقدروش احنا. فرغم أن المتنفس الوحيد للشباب في المنطقة هو الرياضة، إلا أن هذه الأخيرة تحظى بالقسط الأوفر من التهميش، حيث لا نلمس في عين قشرة إلا 3 رياضات هي كرة القدم، الكرة الحديدية والكونغ فو. أولا السلام عليكم. يعني واقع الرياضة في بلدية عين قشرة جد مؤسف ومحزن، من حيث عين قشرة لا تتوفر على مرافق رياضية أو صالات للعب وممارسة النشاط الرياضي، أو حتى ملاعب كروية تليق بمستوى هذه الفرق الطموحة. عندنا يعني فريقين، فريق مولودية عين قشرة الذي تأسس سنة 2002، والفريق الجديد فريق الكراك حديث النشء، ولكن للأسف الشديد ما عندناش مرافق وما عندناش وسائل بان نقدروا نطوروا الرياضة في عين قشرة.
بمناسبة 16 أفريل يوم العلم، نظم النادي الرياضي لبلدية عين قشرة دورة كروية تضم 16 فريق من كامل أحياء المنطقة. إن شاء الله نتمنى باللي تكون هذه الدورة ناجحة وترقى إلى المستوى، ولما لا خطوة إن شاء الله لدورات أخرى في المستقبل. إذا تكلمنا على الثقافة في هذه البلدية الفقيرة وجدنا أن أسسها أو معالمها قد تهدمت، وبالمقابل وجدنا أنفسنا مضطرين لنزعها من القاموس أو من رؤوس الجيل الصاعد في هذه المنطقة، لأننا نكون بذلك صادقين مع جيل يريد للثقافة أن تسانده في منطقة لم تجد فيها إلا مراجعة الهموم ومعاودة البكاء على الأطلال. وكما يقال لا يوجد دخان بلا نار، فلا شك أن لتهدم مفهوم الثقافة في هذه المنطقة يد في ذلك. أيدي استغلت أماكنها في استغلال الثقافة للمصلحة الشخصية على مصلحة الجيل الصاعد، حيث تعتبر المكتبة البلدية المظهر الوحيد للثقافة في عين قشرة من خلال فتح أبوابها لفئة المثقفين وكذا الجمعيات النشطة في المجال. عندنا 1154 منخرط طلبة، أغلبية نتاعهم طلبة. الإقبال في السنوات الأولى للافتتاح اللي كان في يوم 25 ماي 2010، السنوات الأولى 2010 2011 2012 2013 يعني كان إقبال كبير وكبير جدا، وخاصة الجنس اللطيف يعني طلبة بالنسبة للطلبة. وحققنا نتائج جيدة لأنهم بعثوا لنا شهادة شرفية من مديرية الثقافة. كانت في 2011-2012 نسبة النجاح في شهادة البكالوريا كانت ساهمت فيها المكتبة لأنها قريبة بزاف الثانوية. بالنسبة عناوين كثيرة، ولكن أغلبية الكتب طلبة يطلبوا الكتب المدرسة الشبه مدرسية، وإحنا ما بيعطونا زودونا بالكتب الأولى، ما زادوش زودونا خلاص. السبب لا أدري، هناك يمكن الكتب غير موجودة في السوق ولا. في سنة 70 التحقت في المركز في العاصمة. كنت كانوا سمعتني تكونت في المركز من 78 حتى 78 حبست. جيت السمانة هو السبب تاعي اللي باع الهدى تاعي لهن كان كيحل السعيد، كان رئيس بلدية في عين قشرة. هو رئيس بلدية جا عندنا في زيارة للعاصمة، اكتشف الموهبة تاعك ومن ثم جا عندنا للجزائر يسمى المركز، زارنا في المركز. ومن بعد اقترح عليا قال لي يا ابراهيم، قال لي تجينا لعين قشرة تحل لنا الصناعة هذه في بلدية عين قشرة. قال لي نوفر لك المحل ونوفر لك الساكن ونروح نلتمس. ومن بعد جيت عطاوني
محل وبديت يسمى الحي الصناعي في بداية المشوار تاعك يعني في الصناعة هذه في الحرفة هذه. كانت في عمري انا كانت عندي 17 سنه. اسكو تعلمت الصناعة هذه على يد ربما معلمين اما اسماء كبار مثلا اقرباء نتاعك ولا انك مجرد هاوي بديت مع لا دخلنا المركز على اساتذه كانوا يعني المركز هذا كان في عهد الاحتلال حاكم القاوري اسمه هو اللي كان حاكم المركز هذا وعنده عمال عنده وحنا من بعد الاستقلال استرجع المركز هذا للسياده الوطنيه وبدا يسموا هذوك الشيوخ اللي كانوا هما اللي يعاونوا هما اللي يعلمونا. عرفت عين قشرة حركة تنموية واسعة في شتى المجالات إذ تم تزويدها بغاز المدينة وتغطية معظم الأحياء والمداشر بشبكة الكهرباء. أما فيما يخص الماء الشروب فقد تم تغطية أغلب السكنات أو جلها بالحنفيات في انتظار بدء التوزيع. وفي قطاع السكن ورغم النقص الواضح تستفيد عين قشرة من 740 وحدة سكنية فيما يعرف بالاجتماعي. إلا أن النقطة السوداء عند هذه البلدية هو مشكلة الطرقات البالية التي لم ترقى إلى تطلعات مستعمليها. قد انتهى لقائي وإياكم مشاهدينا الكرام. نتمنى إن شاء الله أن هذا الريبورتاج نال إعجابكم إن شاء الله. نتلاقاو بكم إن شاء الله في فرص أخرى بحول الله. لديكم الحين تقبلوا تحياتي. كنت معكم منال رباح كعوان. سلام.